عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد. انا ميار. فيديو النهارده هتكلم عن طلاب سنه اولى جامعه اللي لسه داخلين الكليه جديد، فبيبقى الموضوع بالنسبه لهم موتر شويه وبيبقوا خايفين كده في الاول. فحابه يعني اقول شويه نصائح اتمنى انها تفيدكم وحاجات يعني من تجربتي خلال فتره الكليه بتاعتي وكده. اول حاجه هتكلم عنها بعد خلاص ما خلصنا حوار التنسيق وكده، وكل واحد طلع الكليه بتاعته وعارف كليته ايه. حاول بقى انك تدور اكتر عن الكليه، انك تعرف الجامعه بتاعتك عباره عن ايه، تعرف التفاصيل بتاعتها، تدور يعني تخش على الجروبات بتاعت الجامعه بتاعتك. يعني اول ما تكتب اسم الجامعه بيكون فيها جروبات، بيبقى في البيج بتاعتها، ادخل عليها ودور واعمل سيرش عنها. لو الجامعه في المحافظه اللي انت فيها او في المدينه اللي انت فيها بتاعتك، حاول قبل الدراسة تبدأ بأسبوع أو بأسبوعين إنك تروح الكلية بتاعتك، تروح تعرف مثلا المباني بتاعتك فين، المكان بتاع المحاضرات فين، المكان بتاع السكاشن لو في لسه سكاشن، تعرف مثلا فين الشؤون عشان انت هتحتاج مثلا الشؤون ده وانت بتقدم الورق بتاعك. فلازم على الأقل تروح مرة أو مرتين قبل حتى ما تقدم وقبل ما او في وقت التقديم. ممكن وانت في وقت التقديم وانت رايح تقدم الورق بتاعك بعد التنسيق، تدور بقى في الكليه وتعرفها اكتر. هتلاقي هناك كمان ناس كتير بتساعدك. يعني في الكليه بتاعتي كان في اللي هما الجواله، وكان في اللي هما الاسر والحاجات دي، كانوا بيساعدوا الطلاب جدا. حتى هتلاقي برضو طلبة من هما اكبر منك ممكن بيبقوا هناك، مثلا بيبقوا اي حاجه في الشؤون، بيسأل اي حاجه في الشؤون، او حتى العامل اللي بيبقى هناك او بتاع الامن ممكن تسالهم يعني عن الاماكن وكده، وهم هيقولوا لك فين الاماكن. تعرف فين مكان مثلا الشؤون، المكتبة، المباني بتاعة المحاضرات كده. تاني حاجة الكتب. هو دلوقتي مبقاش فيه كتب قوي، يعني بقى خلاص نظام اونلاين اكتر، بيبقى ساعات بي دي اف، او ساعات اصلا مبقاش فيه كتب اصلا ولا بيبقى فيه بي دي اف، بيبقى هو ورق. يعني بيبقى الدكتور مثلا عامل ورق او المعيد بتاعك بيعمل ورق، او انت اصلا بقى بتلخص نفسك، يعني على حسب بقى الكلية بتاعتك. فعشان كده انت تحاول تعرف كل كلية بيبقى ليها خصوصياتها، كل كلية بيبقى ليها يعني تبقى ماشية بسيستم معين، كل كلية ماشية بسيستم معين عن الكلية التانية. فانت لازم تعرف كل ده من زمايلك الأكبر منك، وانت في أول أسبوع عامة هتعرف كل ده من صحابك. لما تحضر كمان محاضرات في أول أسبوع دي هتفيدك جدا. حاول على قد ما تقدر في أول أسبوع ان انت متضيعش محاضرات. الدكتور هتعرف مثلا الدكتور النظام بتاعه ماشي ازاي، الدكتور بتاعك هتعرف مثلا في الكتب بتاعته هتبقى عامله ازاي، ولا مفيش كتب اصلا وهتشتري ورق وكده، لان كل كليه ليها سيستم. انا كان السيستم بتاعي انا كنت تجاره، فكان الورق بتاعي كنت بجيبه من المكتبه اللي بره، مكانش عندي كتب ولا كان حتى عندي بي دي اف. كان هو بيتلخص المحاضره، كان في حد بيقعد تقريبا يكتب المحاضره، فبننزل بقى ورق محاضرات في المكتبه. او ممكن بيبقى هو المعيد بتاع الدكتور بيبقى مجهز ورق. كل مادة بيبقى ليها زي سيكشن كده، السيكشن ده المعيد هو اللي بيشرح فيه او بيأكد على كلام الدكتور في الشرح وبيحل معاك الأسئلة. هي السيكشن معمول عشان يقعدوا يحلوا أسئلة أكتر وتمارين أكتر. في بقى حاجة تانية اسمها كورسات. لما تخش بقى الكلية وكده هتعرفوا ان في حاجة اسمها كورسات، فبيبقى كل معيد مثلا برضو بيعمل الكورسات ده زي في مكاتب بقى اللي بره دي، بتبقى شبه السنتر كده زي الدروس بالظبط. بس الكورس ده انا انصح بيه لما مش في سنه اولى ولا في تانية. انصح بالكورس ده لما تكون الماده فعلا صعبه جدا عليك، ان الكورس ده بيبقى بفلوس وساعات والمواد بتبقى غاليه. فانصح بيه جدا لو انت فعلا محتاج كورس في الماده دي وانت مش قادر تفهمها، وحتى صعب عليك انك تفهمها من الدكتور، ان في دكاتره باسلوبهم شويه في الشرح مش احسن حاجه الصراحه. في دكاتره باسلوبهم الشرح بتاعهم حلو جدا، وبتعوز تستفيد منهم على قد ما تقدر، وتقعد تسال اسئله كتير وبيجاوبوك، وبجد بيبقوا كده تعوز تاخد على قد ما تقدر من المعلومات اللي عندهم، تبقى معلوماتهم فعلا كويسه، بالذات لو انت حابب برضو الكليه اللي انت فيها وعايز تعرف اكتر يعني عن المواد اللي بتدرسها وكده. تالت حاجه، لو بقى انت مثلا او لو انت جاتلك الكليه بتاعتك بره مش في المحافظه بتاعتك، اول حاجه لازم برضو تخشي جروبات الكليه بتاعتك دي وتعرفي عنها اكتر، وتسالي برضو الناس اللي فيها في الجروبات. يعني دوري على سكن كويس، لازم يعني تسافري البلد دي قبل ما الكليه بتاعتك تبدا او الدراسه ما تبدا، وتدوري على سكن كويس، او تشوفي سكن الطلبات شكله عامل ازاي وهتبقي مرتاحه فيه ولا لا قبل ما تروحي. ولو مش مرتاحه فيه حاولي دوري على سكن كويس تكوني انت مرتاحه فيه مع يعني مع اهلك وكده، ما تروحيش طبعا لوحدك، او او حتى برضه مش ما تروحش لوحدك.
دور على سكن كويس يكون مناسب ليك وتكون مرتاح فيه. ممكن يكون حد معاك، حد من صحابك مثلا، او في الجروب اللي انت فيه يكون حد برضو من نفس محافظتك. فاهم حاجه السكن يكون مريح وامان، مش اي مكان نروح يعني. لو هينفع او هيبقى سهل بالنسبه لك كده هو، او الطريق بالنسبه لمحافظتك للكليه مش طويل قوي، مثلا بيبقى ساعه او ساعتين وهتقدري تسافري وترجعي، انا شايف هو ده هيبقى متعب شويه، بس حاسه ده انسب وامان اكتر. بس هو هيبقى متعب شويه انا عارفه. تالت حاجه، رابع حاجه رابع حاجه رابع حاجه انك تعملي جدول دراسي ليكي بالمواد بتاعتك. لما تحضري كده كده اول اسبوع، او حتى او في اول اسبوع بينزل الجدول بتاعك، بينزل الجدول بتاع المواد. اكتبي بقى المواد بتاعتك بتبقى ايام ايه، وهتختاري. انا بالنسبه لي كان بيبقى المواد بتاعتي كان بيبقى فيه كذا جدول، ماشي، بيبقى كذا جدول. ده بيبقى كل ماده بتبقى فيه مختلف عن الجدول التاني، وكنت بختار الانسب ليا في المواعيد وفي المواد. كنت مثلا بحضر في جدول بقى بيبقى اسمه جدول الف، جدول ب، جدول مش عارف ايه، هو كل ده طبعا حسب كل كليه، بس هو عامه يعني بينزل جدول بالمواد. فتمام، انت الجدول ده بقى بتمشي عليه. عندك مثلا يوم الاحد ماده كذا، الاثنين ماده كذا، الثلاث ماده كذا. ساعات الكليه بتبقى 4 ايام في الاسبوع بس، او 3 ايام بس، ما بتبقاش كتير بقى ولا كل يوم زي المدرسه وكده. لا، بيبقى الجو بقى مريح اكتر، واسع اكتر، مش خنيق، مش حاجه اجباري. كمان محاضراتك بتبقى في محاضرات اجباري، في محاضرات يعني لازم حضور فيها عشان الغياب، في محاضرات لا. بيبقى كل ده حسب الدكتور برضو بتاعك، وبتعرفي ده من الدكتور بتاعك. ممكن تعملي جدول شهري او جدول اسبوعي. هحط لكم صوره يعني لشكل الجدول وكده، وممكن اعمله لكم يعني فايل تنزلوه عشان يبقى عندكم، يعني بحيث انكم تطبعوها على طول وتبقى معاكم وتحطوها في النوت بوك بتاعته، تحطها في النوت بوك بتاعتكم. او انتوا مثلا عندكم نوت بوك تظبطوا فيها بقى المواد بتاعتكم. الحاجات دي حاجه اهم حاجه. خامس حاجه، حضور المحاضرات بانتظام. بجد تفرق جدا. لازم تحضري محاضراتك بانتظام، لان من محاضراتك هتعرفي الكليه بتاعتك. محاضراتك هي اساس، المحاضره بتاعتك هي اساس الماده، فلازم تحضري. حتى لو في ناس ساعات مش بتستوعب من شرح الدكتور او كده، بس لازم تحضريها، اللي هو بيقول حاجات اساسيه. ساعات بيقول اسئله دي بتيجي تيبيكال بالظبط في الامتحان. ممكن تكوني مفكراها حاجه عاديه وكده وبتاع، شرحها مش حلو مش هحضر، او ما بيشرحش اصلا. لا، ساعات بيقولوا اسئله، ساعات بيقولوا حاجات ممكن تيجي فعلا في الامتحان. وده حصلت كتير معايا. كنت مفكره في الاول انا مش فاهمه فمش هحضر، وكنت اغلب المحاضرات ما بحضرهاش. بس كان في الامتحانات كان بتيجي اسئله كنت بسمع طبعا ده الدكتور قالها في المحاضره، اللي هو انا ما حضرتهاش. لو كنت حضرت بقى كان زمان معايا السؤال ده واجابته. بس تقسيم بقى الوقت. سادس حاجه، تقسيم الوقت. ان انا اقدر اقسم وقتي بين المحاضرات، بين السكاشن بتاعتي، وبين الحاجات اللي بقى الانشطه وكده. بيبقى في الكليه انشطه طلابيه. بجد الانشطه دي يعني ممكن يكون الناس مبتحبهاش ومبتحبش تشترك فيها، وشايفين دول ناس هبله وبتاع. لا والله بجد الانشطه دي مهمه جدا ومفيده جدا. هتفيدك في تطور نفسك. لو مثلا الشخص خجول ما بيعرفش يتكلم او يتواصل مع الناس بسرعه، او انطوائي شويه، الانشطه دي هتخليه بجد ان هو يتفتح اكتر ويعرف ناس اكتر ويتوسع مداركه اكتر. هيجرب حاجات عقبال ما يطلع بقى بعد ما يطلع من الكليه ويشوف بقى الدنيا بجد في الشغل وكده، هيكون هو اوريدي اتدرب عليها جوه من هو كان من هو طالب، من هو في الانشطه دي. كمان في السي في بتاعك بيحتاجوا كتير قوي انك تكون مشترك في نشاط طلابي معين. ده بيأهل السي في بتاعك جدا عن غيرك لو محدش مشترك. معنى كده ان انت عندك انك بتعرف تتكلم اكتر، عندك كوميونيكيشن سكيلز كويسه. بتعرف تحل في المشاكل. ان في الانشطه الطلابيه دي هتواجهك مشاكل وحاجات تحلها، هتعرف تحل المشاكل، هتعرف تشتغل في تيم وورك، لان برضه النشاط الطلابي بيبقى عامل زي تيم وورك، بتشتغلوا مجموعه بتشتغل مع بعض. فهيبقى عندك برضه القدره انك تشتغل مع تيم وورك. ما تتردديش ابدا من طلب مساعده، او ما تترددش ابدا من طلب مساعده، سواء من الدكتور بتاعك او من صحابك، او من صحابك الاكبر منك سنا، مثلا في سنه تانية وثالثه ورابعه. مش عيب انك تسالهم وتاخد منهم برضو معلومات تفيدك في الكليه. تسالهم مثلا النظام هنا ازاي، الدكاتره نظامهم ايه، ايه اكتر دكتور كويس عشان مثلا تحضر معاه. لان هو بيبقى ساعات في المحاضرات بيبقى كل محاضره مثلا ماده، مثلا ماده اقتصاد، بيبقى في مثلا 2 دكتور بيشرحوها،
وانت عندك في جدولين نازلين عندك، في الدكتور ده والدكتور التاني. ممكن تسال اللي في سنه تانية ولا في سنه تالتة انهي دكتور احسن، بحيث انك ممكن تحضر ليه. ده هيفيدك جدا بدل ما تضيع وقت وكده. بس ده في سنه اولى يعني. اخر حاجه بقى انك تستمتع او تستمتعي بالمرحله دي جدا. حاولي على قد ما تقدري انك تستمتعي بيها وتجربي كل حاجه فيها، ما تسيبيش فتفوته صغيره. انا هتخانق مع الحصان ده واجي. حاولوا قد ما تقدروا انكم تجربوا فيها كل حاجه، تحضروا محاضراتكم، اخرجوا كلوا مع اصحابكم وافطروا بره. الجو ده بجد بيبقى حلو قوي. وتنموا كمان وتعملوا جدول وتنظموا فيه مواعيدكم ومواعيد محاضراتكم، وكمان عشان تعملوا وقت، سواء انتوا عايزين تشتركوا في انشطه او لو عايزين تنموا مهاراتكم في تدريبات في كورسات برضو، انكم تبقوا طالعين من الكليه وانتوا اوريدي جاهزين. يعني تاخدوا كورسات وتنموا مهاراتكم وتعرفوا الكليه بتاعتكم، الكورسات اللي هتخليكم تشتغلوا. يعني مثلا في كورسات مهمه جدا لازم تاخدوها تبع الكليه دي، كليه مثلا السياحه، كليه تجاره، كليه اداب. في كورسات كده معينه في كل اسالوا عنها، في كورسات كده معينه في كل كليه اسالوا عنها ايه الكورسات اللي انا محتاجه اخدها عشان تخليني مؤهله اكتر وتنميني وتنمي مهاراتي اكتر في المجال بتاعي. اسالوا على الكورسات دي، وانكم حاولوا تاخدوها بدري وما تاخروش. واهتموا باللغه طبعا، دي اهم حاجه، وانكم تعلموا كذا لغه. يعني الانجليش ده اكيد مهم، وبرده تعلموا معايا كذا لغه تانية. هيبقى عندكم 4 سنين او 5 سنين، حاولوا بجد تستغلوهم وتطلعوا من الكليه دي باكبر قدر انتوا مطورين من نفسكم واستمتعتوا واتبسطتوا فيها، ما تكونش عدت كده بسرعه عليكم ومحسيتوش بيها. انا بجد نفسي ارجع قوي لايام الكليه دي، ونفسي ارجع واعمل حاجات اكتر. بس يلا الحمد لله، وحاولت استمتع فيها على قد ما اقدر، فانا مش ندمانه الحمد لله. سابع نصيحه والاخيره للبنوتات بقى، هتكلم عن هنحتاج ايه في الشنطه بتاعتنا اول يوم كليه، او مثلا اول اسبوع في الكليه. تاخدي ايه في الشنطه معاكي، وايه الرياض اللي تاخديها معاكي في الشنطه. اول حاجه الشنطه اللي هتاخديها ما تكونش لا صغيره قوي ولا كبيره قوي. يعني ما تكونش شنطه ولا تكون شنطه باك. انت مش يعني ده اول يوم كليه، فمش هتاخدي اوريدي حاجات كتير، هتاخدي حاجات هي ضروريات بس. ممكن اللي طالع قوي دلوقتي اللي هي زي شنطه التوت باك، اللي هي الشنط دي. انا بالنسبه لي الشنطه دي كانت منقذه ليا وكانت مهمه جدا بالنسبه لي. يعني في الاول كنت بروح بشنطه باك صغيره، بس بجد التوت باج ريحتني اكتر. انا كنت برتاح في التوت باج اكتر، وبحط فيها كل حاجه كده مره واحده وسهله معايا وكده. اول حاجه احنا لسه في الحر، فازازه الميه مهمه جدا. تاني حاجه نوت بوك صغيره شبه دي كده، نوت بوك صغيره، مش لازم نوت بوك كبيره ولا سكتش كبير، يعني ده لسه اول يوم. نوت بوك صغيره وقلم مثلا، وقلم لون تاني لو انت عايز تكتبي حاجه وتلونيها وكده، وتكتبي مثلا في المحاضره بتاعتك الحاجات لما تيجي تحضري محاضرات، يعني تكتبي الحاجات المهمه والدكتور قالها وكده. بعد كده بعد ما تعرفي الدنيا بتاعتك ماشيه ازاي، تبداي تجيبي مثلا سكتش كبير يبقى لكل محاضراتك. والله هو سكتش كبير لكل محاضراتك عادي، سكتش كبير كده 200 ورقه ولا حاجه، وتقسميه كل محاضراتك، او تجيبي عادي كل بقى محاضره سكتش. بس انا شايفه ان انا كنت بجيب سكتش كبير الصراحه، هو بريحني عشان كنت كليتي نظري. بس في كليات عملي فبتبقى محتاجه تجيبي بقى سكتشات، او تجيبي بقى فايلات وحاجات وكده، حسب برضو كل كليه. تمام. بس هو اول اسبوع يعني عامه بيبقى حاجه صغيره كده معاكي تكتبي فيها كل الضروريات بقى، المحاضره بتاعتك كل دكتور مثلا هيحتاج منك ايه، سواء حتى لو عملي تكتبي برضه هتبقي محتاجه ايه وكده. بيقولوا كل ده في اول محاضره. اول محاضره بتبقى تعريف عن الدكتور تعريف الدكتور، بيعرف نفسه وبيعرف عن الماده بتاعته، وبيقولك هو محتاج ايه وهنمشي ازاي، والدنيا الجدول الدراسي بتاعنا هيبقى ماشي ازاي، المنهج بتاعك هيبقى ماشي ازاي. فتكتبي بقى الحاجات المهمه دي. بس كده نوت بوك، قلم، اقلام يعني، ازازه ميه، شنطه طبعا الطوارئ لاي حاجه. طبعا شنطه الطوارئ دي اكيد كلنا عارفين بيبقى فيها ايه، دي مهمه جدا. فعشان كده بقولك بلاش تاخدي شنطه صغيره معاكي، خلي معاكي شنطه تكون حجمها كويس عشان تقدري تاخدي كل حاجتك هتحتاجيها. مناديل ومناديل وايبس عشان هتحتاجيها جدا. ايه كمان، الشاحن، لان لو يومك ساعات في الكليه طويل، ساعات اليوم بيبقى فيه 3 محاضرات، فيبقى معاكي شاحن او باور بانك. بيبقى فيه كده كده فلاش في الكليات، فانتي اخدتي الشاحن بس عادي. بس كده، بتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا قد ما تقدروا منه. حاولت اقول كل حاجه على قد ما اقدر، و
بالتوفيق يا رب ليكوا، وتكون رحلة ممتعة ليكوا وتستفادوا منها كتير وتجربوا حاجات جديدة. وانا متأكدة ان يعني دي تبقى تجربة حلوة لأي حد فعلا، وبتبقى ممتعة ليه وبتعلم منها كتير فعلا، وتعملوا اصحاب يعني شلة كده وجروب كده مع بعض. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. باي.